صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم متابعينا الأعزاء وأخواننا الأعزاء بالجروب. شلونكم أحبائي؟ إن شاء الله تكونون بخير وعيد مبارك إن شاء الله على الجميع. تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم. أحبائي، اليوم عندنا طريقة صنع حوض رطوبة للمفقس. طبعا المفقس للأخ العزيز أبو روان أنا أعتذر من عدة شوية تأخرت بسبب الصيام، وإن شاء الله راح نبلش به وإن شاء الله نكمله بأسرع فترة ممكنة. البارحة كنت أتكلم مع أحد الأشخاص وطلب مني طريقة صنع حوض أقراص. أحبائي، المواد اللي نحتاجها محرك شواية أحبائي يصير بهالشكل. طبعا هذا جدا ممتاز وعزمه قوي أحبائي. عندنا نستخدم شفت، موجود هذا الشفت طبعا عند أهل الإنشائية، بس هو يعطيك إياه أعتقد طوله مترين، تقدر تقطع تستفاد منه. طبعا هذا الشفت راح يقعد هنا بالحوض أحبائي. طبعا أول ما بدينا احنا دائما نستخدم المواد اللي هي أصلا موجودة بالثلاجة. هذا الحوض مثل ما نلاحظه بلاستيك ممتاز وأفضل من الحديد أو الألمنيوم، لأن هذا ما يعني يسبب صعقة أو شيء، لأن هو البلاستيك تعرفون عازل. طبعا نحتاج طوافة أحبائي مثل ما نلاحظ، ونحتاج سكويرة على مود نقطع الأقراص. أنا حاليا دا أستخدم هذه المادة مثل ما نلاحظ أحبائي. هذه المادة عبارة عن تغليف بلاستيك، هذا يصير للديكورات أو شيء. طبعا ممتاز وطبقتين، وهذا بالنص يدخل به المي فيصعد عندك الرطوبة، وهو بلاستيك أيضا ممتاز. إن شاء الله راح نبلش لكم بالحوض، وإحنا نحاول يعني قدر الإمكان أنه ننزل فيديوهات، بس شوية لطول الوقت وهذا ما نقدر ننزل كل التفاصيل بالمضبوط. وإن شاء الله راح ننزل لكم فيديوهات تباعا. وتحياتنا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم أحبائي، نحب نكمل لكم باقي الفيديو أحبائي. مثل ما نلاحظ بسم الله كملنا تثبيت المحرك بهالشكل هذا. طبعا أحبائي إذا نجي الحوض هذه الجهة هنا راح تقعد الطوافة بهذا التقويسة، نستفاد من عندها. هذا هو الحوض العرض مالته. فإحنا المحرك اجينا أخذنا خط منه، أخذنا سنتر أيضا أشرنا خط مثل ما واضح بالفيديو. هذا الخط ثبتنا المحرك وسط الحوض. الجهة المقابلها أيضا أخذنا سنتر من هنا. طبعا شغلنا كله قياسات، تصنيع كله قياسات. بالنسبة للشفت أحبائي، هذا الشفت مثل ما نلاحظ بهذه الكسرة الصغيرة. إذا نلاحظ الفتحة مال المحرك تصير مثل المستطيل، فإحنا يعني المفروض ما نلحمها، المفروض نسويها شغلة بلادية. فأنا سويتها شغلة بلادية لأن من تلحم احتمال تأثر على المحرك، فهذه نستفاد من عندها الشغلة. شو نسوي؟ نسوي هذا الشفت بالكوسرة مثل ما نلاحظ. أخذته من الجانبين، هسه راح يجي هو يقعد بهذا المستطيل مثل ما نلاحظ أحبائي. شوف شلون قاعدة مضبوطة، قاعدة مضبوطة. صار عندنا الشفت ثابت. هنا عندنا هذه القطعة اللي راح نقفل بها هنا راح تجي بهالشكل هذا مثل ما نلاحظ. تجي هنا أيضا تثبت، راح تنضرب تونقات 2. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة راح نقص الأقراص ونثبت الأقراص والطوافة. انتهى عندنا الحوض. تحياتي للجميع، نرجو أن تكونوا قد استفادتم. المحرك دا يشتغل، ما بيه أي صوت، المحرك ممتاز وقوي. هذا الحوض مال الرطوبة كمان، الحمد لله.